السلام عليكم ورحمة الله. راح نبدأ اليوم بإذن الله تعالى أولى حلقات كيف تصور. كيف تصور هي عبارة عن عدة دروس وشروحات لطرق وأساليب التصوير. راح نتعلم فيها كيف تصور، راح نسوي ورشة كاملة، بعديها كيف نمنتج الفيديو اللي نبغاه أو طريقة التصوير اللي نبغاها. راح نبدأ اليوم بإذن الله تعالى بأول درس، وراح يكون عن الستوب موشن. راح نشوف ايش هو الستوب موشن، ايش تعريف الستوب موشن، وطريقة تصوير الستوب موشن، ونسوي ورشة كاملة لتصوير الستوب موشن. خلينا نشوف ايش هو الستوب موشن ثم ننتقل للورشة. الستوب موشن هو عبارة عن عدة صور نصورها ثم ندمجهم مع بعض علشان يطلعون لنا فيديو سريع او فيديو مسرع. مثال بسيط على الستوب موشن، انك عندك جوال مثلا، تبغى تخلي الجوال يمشي لوحده او يتحرك لوحده او يفتح صفحات لوحده بدون انت ما تتدخل فيه، او انك تحرك مثلا الصفحات او انك تمشي الجوال. بهالطريقة هذه تخلي الجوال يمشي لوحده او الكاميرا تمشي لوحدها. الحين خلينا نشوف ورشة تصوير ستوب موشن، ورشة مبسطة صغيرة نشوفها ثم نرجع لكم مرة ثانية. الاشياء اللي نحتاجها في درسنا اليوم اللي هي اول شيء كاميرا، ثاني شيء ريموت، ثالث شيء اللي هو الترايبود. وخلينا الحين نرجع مرة ثانية لورشة التصوير. حنا الآن في ورشة التصوير. بعد ما جهزت المكان وشبكت الكاميرا وحطيت الريموت وكل حاجة، أول شيء أصور صورة للمكان فاضي، ثم أبدأ أدخل الأشياء اللي أبغى أصورها. أنا عندي المعجون هذا أبغى أصوره، أسوي له حركة بالستوب موشن، ندخل حبة ثم نصور في الكادر، ثم بعدين بهالطريقة هذه يعني كل ما نسوي حركة نصور، كل ما نسوي حركة نصور. فتشوفوا كيف بالفيديو بشكل سريع. كل ما اسوي حركة اصور صورة بالريموت. وطبعا الريموت جدا مهم بالتصوير اللي بالطريقة هذه. التايم او معليش مو التايم، اللي هو الستوب موشن، طرقه ترى كثيرة جدا وما ينحصر فقط على الطريقة هذه. يعني اطلق العنان لخيالك وابدع زي ما تبغى. خليكم تشوفوا الفيديو بشكل كامل، ثم ارجع لكم مرة ثانية في مرحلة المونتاج في برنامج السينيفيجاس. الحين وصلنا لمرحلة المونتاج. طبعا أنا أستخدم برنامج السينيفيجاس، وبالنسبة لك استخدم البرنامج اللي يريحك. في برامج كثيرة للمونتاج. الحين نشوف الصور اللي صورناها. لو تلاحظوا بس تحت عندنا 130 صورة، هذه بالنسبة اللي صورتها أنا. ناخذ جميع الصور هذه نحطها بالبرنامج المونتاج. أنا أستخدم السينيفيجاس وأنت حطها بالبرنامج اللي يعجبك. في نقطة مهمة قبل ما أمنتج، اللي هي بالنسبة لسرعة الفيديو وبطء الفيديو. يعني إذا تبغى الفيديو سريع حط الصورة في ثانية، إذا تبغى الفيديو أبطأ شوية حط كل صورة بثانيتين. كل ما تبغى أبطأ أو بطيء خلي الصور ب3 ثواني مثلا. طبعا كل ما صار بطيء يصير مو زين أنا بوجهة نظري، يعني إنه هو أصلا الفيديو ستوب موشن عبارة عن شيء سريع. انا حطيتها بثانيتين، تشوفوا كيف بهالطريقة هذه. يعني تحط كل صورة بثانيتين، 3 ثواني، بثانية اللي يعجبك. بتشوف الفيديو بشكل سريع الآن، ثم ارجع لكم مرة ثانية بعد ما نخلص المونتاج عشان تشوفوا النتيجة النهائية، ثم بعدها ننهي درسنا لهذا اليوم.
في نهاية درسنا اليوم أتمنى تكونوا استفدتوا من الشرح والورشة، وتعلمتوا طريقة تصوير الستوب موشن، وشوف لكم فيديوهات إن شاء الله بإذن الله جميلة. ولا تنسوا تشاركونا على الهاشتاج كيف تصور، أعطونا اقتراحاتكم للدروس الجاية واقتراحاتكم. وهذا حسابي على تويتر وانستغرام للي حاب يضيفني. وبالتوفيق، ونشوفكم في الدروس الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.